هو انا ايه اللي بيمشيني من الحته؟ يعني دلوقتي في نوع من انواع الاختبارات كده انا بعمله لنفسي من سنين طويله قوي، وده اللي بيخليني بمشي او بعض، وده اللي انا بسهوله مثلا مكان زي جامعه امريكيه مشيت منه. الاختبار هو ان انا لما بصحى من النوم الصبح اقول هو انا لو ما رحتش هل المكان ده هيعاني؟ فهو ده في الاخر السؤال ده بيوصل لي هو انا ايه القيمه بتاعتي بالظبط المكان ده. لو واحد مثلا ماشي في الصحراء وهيموت من العطش واديتي له كوبايه ميه، هو ممكن يدفع فيها اللي وراه واللي قدامه، يعني ممكن يبيع اللي وراه واللي قدامه عشان كوبايه الميه. طب لو اديتي له كوبايه ميه تانية مش هيدفع زي اللي دفع في الاولانيه، هيدفع اقل شويه. طب لو ثالثه لغايه ما بعد 10 كوبايات هتبقى قيمتها بالنسبه له صفر، مش هيدفع حاجه. مع ان الاولانيه ما هي نفس الميه، بس الاولانيه ممكن يدفع فيها عشرات الملايين، الاخرانيه هيدفع فيها صفر. وكذلك البشر. انت بتخشي في مكان انت بتقعدي يبقى ليكي لازمه، خلينا نقول بنتكلم بالعاميه، ليكي لازمه. فانت لو ما مشيتيش المكان ده هيتضرر، وانت موجوده المكان ده بيستفيد وبيكبر. اول ما لازمتك تخلص لو انت قعدتي هيبقى انا ده اللي بنسميه اكل عيش بقى. واكل عيش ده حاجه جميله وكده، بس انا مش ما بقدرش. يعني في الاخر انا ما اقدرش اصحى، لان انا ما هو ده اللي مشاني من القطاع الخاص. ان انا ما ينفعش ان انا ابقى بنزل من بيتنا عشان اخد مرتب واروح ما بعرفش. طب واللي بيشتغل كده هل دي حاجه وحشه؟ لا دي حاجه محموده جدا وهايله، بس انا لكن بتكلم كل واحد احتياجه في بشكل الحياه مختلف. شخصي جدا.